بص اللون البنفسجي مش لايق على دقني، يا نشيلها يا ندهنها ليلا. عندك ليلا؟ ربنا يخلي. امين. سؤال الفل. اهلا، ازيك يا رامي؟ يا ابني انت بقالك فتره مش عاجبني على فكره. والله صحيح، انت من زمان مش عاجبني، انا افتكرت دلوقتي. اصل انا كنت متردد بقالي فتره، بس خلاص خدت قرار مصيري في حياتي. برافو عليك. بص، قرار انك تسيب التمثيل دلوقتي ده قرار محترم. انت ترجع بقى تقف مع بابا في محل الموبايلات بتتسرق منه وبابا يا عيني بيقع كل شويه. تمثيل ايه اللي اسيبه؟ انا مش ممكن اسيب التمثيل ابدا. انا خدت قرار اني هتجوز ساره. ساره زميلتنا مساعده المخرج؟ برافو عليك. اولا كده كده هتسيب التمثيل، ثانيا اختيار موفق، احييك. انا خلاص هروح اعترف لها بحبي. ده منظر واحد راح يعترف بحبه؟ ده منظر واحد يعترف بجريمه، يعترف على نفسه. ايه المنظر ده؟ ماله منظري؟ قول لي كده، هتقول لها ايه؟ يا ساره انا بحبك وعايز اتجوزك. ايوه وزود لي بطاطس وعايز كول سلو كاتشب مايونيز. ايه يا ابني انت بتطلب اوردر يا ابني؟ ده جواز يعني. انت رايح تسوق لنفسك. انت ما بتشوفش افلام اجنبي ولا ايه؟ لا ما بشوفش. ما بتشوفش افلام اجنبي وعايز تتجوز ساره يا رامي؟ طب اروح اشوف فيلمين اجنبي بسرعه واجي؟ وليه تبهدل نفسك وتروح وتيجي؟ الاجنبي كله هنا. انا احكي لك يا معلم. بص يا رامي، اللي انت رايح تعمله دلوقتي ده اسمه بروبوزل. قول ورايا كده. بروبوزل؟ لا خلاص ما تقولهاش، يعني اعملها ما تقولهاش. حتى لو حد طلبها منك طنشه، اوعى. البروبوزل ده بتبقى لحظه رومانسيه كده ملزقه، بتخش فيها على البنت وتطلب الجواز. لو اتعملت مظبوط انسى، خلاص البنت دي اعتبر نفسك في الكوشه، يعني تتجوزك اول ما باباها يرجع من الشغل. وش امين احنا اصحاب صح؟ لا خالص. الحمد لله. يبقى تجيب لي بروبوزل ده وانا هحاسبك. بص اولا اتعاملت معاه برضو على انه دواء حموضه من الصيدليه. حاسبك ايه؟ وقلت لك ما تقولهاش، دي الغلطه الثانيه. بروبوزل ده يعني تنزل على ركبتك، تقف وقفه حلوه، ورد، بالونتين، شياكه، مشاعر. انا اقف اصورك، اشير، اصرخ من السعاده، اتفاجئ. بص بقول لك ايه، سيب نفسك خالص، انا هظبطك. ايوه امسك دي بقى كده يا معلم، كده شكلك بقى لا يطاق. بجد يا امين انا عارفك ما بتجاملش. انا هضرك؟ بس انا مش عارف هي اتاخرت ليه كل ده. لا احنا مالنا بقى، احنا مستنيين تتاخر ما تتاخرش، بعدين عروسه بقى. اصل انا زهقت ورد وبلالين لا ما تسيبش البلالين دي يا ابني، ده هيليوم، تسيبه يخبط في السقف. هيليوم؟ رامي انت لا تعرف البروبوزر ولا تعرف هيليوم؟ بجد انت اول مره تتعامل مع الهيليوم؟ طبعا يا ابني ده ظريف جدا. طب بص، بما اننا مستنيين بقى، استنى هوريك حاجه هنتسلى موت. شد. اوعى يكون فيها حاجه وحشه. بقول لك مش هضرك. ايوه هداك. صباح الخير يا جماعه. ايه يا امين انت باعت لي حاجه بتقول لي عايزك ضروري، في ايه؟ بص يا ساره، انت طبعا عارفه ان الجواز اسمه نصيب، واحنا بنحب ندخل البيوت من بيبانها. معلش يا اسف، في حاجه في الصوت. انا مين مش عايزين هزار، احنا عايزين نتكلم بجد. والله العظيم دمه بقى خفيف. بص انت ممكن تكمل تمثيل بقى يعني، بس ركز كرتون عادي. انا ما شفتش اتفه من كده. هي الحاجات دي كمان بقى فيها هزار؟ وبعدين ايه ده؟ ايه البلالين واللبس وعرف الديك اللي انت عامله ده؟ ايه الهبل ده؟ ساره انا بحبك وعايزه اتجوزك. وكل سلو وبطاطس. كمل الاوردر بقى. انت طاهر باين. طاهر رامي، عارف انت لو كنت من الاول جيت وقلت لي دغري كده من الاول كان ممكن افكر، بس بصراحه بعد التهريج واللبس وكل الجو ده يعني خلينا اخوات احسن. عاجبك كده؟ والله الموضوع كان ماشي كويس، بس انت زودت هيليوم في البروبوزل. والله العظيم لو كانت الجوازه مشيت ما كنا ضحكنا الضحك ده. شد بقى شد. شوف من اولها كده واحنا لسه في مرحله قبل الجواز وعلى البر، لازم تبقى عارف كويس انت عايز انهي نوع من انواع الجواز. هي النهايه واحده للاسف، جواز، بس الانواع مختلفه. انواع الجواز كتير جدا ملهمش اي علاقه ببعض، كل نوع له ظروفه، موده، استعداده، الجو النفسي، الابلكيشن اللي لازم تسحبها قبل التقديم. ايوه يا ابني، عندك مثلا الجواز التقليدي، ده اشهر انواع الجواز. ده بيبقى غالبا جواز اجباري زي التجنيد كده، اللي هو بيتم عاده بعد انهاء الدراسه او وصول لسن معين لازم تسلم
نفسك. البنت قربت تخلص العشرينات تسلم نفسها، الولد اتخرج واشتغل ولسه هتلعب معاه يسلم نفسه. مسلوبين الاراده، مفيش اختيار مش متطوعين خالص. الفرق بينه وبين التجنيد ان بتبقى التجنيد مدته محدده، لكن الجواز هنا يعني بيبقى للاسف مدته انت فاهم بقى. وجواز الصالونات أسوأ نوع تقليدي، لأنه بيبقى عامل زي مكتب خدمة العملاء كده. شوف الصالونات تدخل تاخد رقم، تستنى دورك، تقابل المختص، تشوف مصلحتك ماشية ولا إيه الكلام، شوية مفاوضات ويمشي الحال أو ما يمشيش. وساعات جواز الصالونات بيبقى جواز صالونات التجميل. إزاي؟ دي لما واحدة تخطب لابنها البنت اللي بتروح لنفس الكوافير، تبقى ضامنة بقى إنها شافتها قبل وبعد التشطيب، وإن مفيش عيوب صناعة خطيرة فيها. إن كان على تلقيط المعجون ووشين البلاستيك والصنفرة الناعمة، لا فدول بيندرجوا تحت بند الصيانه، يعني مفيش مشاكل، مش هنختلف. في كمان جواز القرايب. جواز القرايب بالنسبه لي ده هو ماما لما تكسل ومش عايزه تتعب نفسها خالص، لا عايزه تجازف ولا تفكر بره الصندوق ولا بره شجره العيله. عايز تتجوز اتجوز بنت خالتك. طب مش بحبها يا ماما، هتحبها حبيبي بعد الجواز، مفيش مشكله. يعني ايه التحول اللي هيحصل لها بعد الجواز؟ انا عايز افهم. ما انا عارفها من 25 سنه ما حبيتهاش، هقع في غرامه وهي بتحاسب محصل النور مثلا؟ هحب طريقه رصها لطقم التوابل؟ تقول لي يا واد ده احنا خابزينها وعجنينها. يا ماما اتجوز واحده معجونه ليه بس؟ ايه جو الفرن الآلي ده؟ وبعدين ليه فجأة اصحى الاقي خالتي بقت حماتي، طالعه بدورين، بنوفر؟ ايه اللخبطه دي؟ طب خد بنت عمك، بنت خالك، طب مرات خالك، طب ابن عمتك. ايه بتحافظوا على السلاله النادره؟ ما بتدخلوش غريب ما بينكم؟ في ايه؟ في طبعا الجواز عن حب. اهو ده حلو، ده بقى النهايه السعيده، حلم كل شاب وفتاه جميل. بس هو مشكله النوع ده انه تريكي شويه، خادع كده، ملوش ملكه، مش مضمون، لان سبب الجوازه نفسه غالبا بيختفي بعد ال3 أسابيع من الجواز. يعني اخر اسبوع في شهر العسل تبدا الغشاوه اللي على العينين اللي هي على شكل قلوب دي تروح، الميك اب يتمسح، الكحكه تتضرب، الشعر يتغسل، البيجامات الكاستور تطلع، الشبشب الزيكو يظهر، الخناقات على الريموت تشتغل، ويبقى السبب اللي اتبنت عليه الليله كلها اتكل على الله. الميزه الوحيده اللي بتفضل في الجوازه دي هي القصه الرقيقه اللي وقت الزنقه بيحكوها لاولادهم. تلاقي الام تقول لاولادها انا اتجوزت بابا عن حب، بقرف كده. او لما تتخانقوا وتمسحوا ببعض بلاط الشقه تفتكروا اللحظات الرومانسيه اللي في الاول، ايام لما كنتوا بتختاروا البلاط ده سوا بلاطه بلاطه عشان تمسحوه في الخناقات، عن حب. وعندك طبعا جواز المصلحه، لو جه في دماغك مصالح الفلوس والورث وجو المسلسلات ده، لا 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 خالص، ده بطل من سنه 82 مثلا، فكك. انا بتكلم عن جواز المصلحه. المصلحه احنا طبعا عندنا مصالح كتير جدا، مصلحه الشهر العقاري، مصلحه الجمارك، مصلحه الصرف الصحي، مصلحه البريد. دي بتبقى بيئه خصبه جدا للجواز. ليه؟ اعداد مهوله من البشر، غالبا مفيش شغل، فراغ شديد، وقت طويل، وشهم في وش بعض، فمفيش مهرب، بيتجوزوا. عشان كده عملوا مصلحه الجوازات. انت كنت فاكر مصلحه الجوازات اللي هي بتاعت جوازات السفر طبعا لا، ما انا كنت فاكر زيك كده. لكن جواز السفر بالنسبه لي هو اللي بيتجوز مثلا خواجايه علشان ياخد الجنسيه ويهاجر على بلدها، او اللي بتتجوز واحد عايش بره عشان تسافر معاه. ده حول زي اللي بيروح السينما عشان ياكل فشار بس، او بيتفرج على فيلم وثائقي عشان يسمع المزيكا. ده مش مظبوط. وفي بقى الجوازات السريعه، دي بتبقى غالبا فيها مشكله، مصيبه بتتلحق، جمعيه بتتلم، اعاره هتطير، الجو ده. الجوازه دي عامله زي الاير باك بالظبط اللي بتطلع في الحوادث كده، بتقلل الصدمه بس بتعورك في وشك، ايه لازمتها؟ دي عكس بقى الجوازات الجملي اللي هي على نار هاديه، اللي هي البنت والولد بيبقوا متصاحبين 3 سنين ثانوي ويقروا فاتحه 4 سنين جامعه ويتخطبوا رسمي بعد التخرج 8 سنين كمان، يزهقوا من الوضع ده فيكتبوا الكتاب. 2 و4 شهور فجاه يقرروا يتمردوا على التقاليد، ياخدوا شقه ايجار جديد ويجيبوا اوضه نوم من المناصره ويتجوزوا. خلاص الله ما كان من الاول. ده انتوا دفعتكم لواءات يا ظلمه. كان ايه طموحكم؟ معلش يعني دوبلكس في جزر المالديف مثلا على نصيتين، اتفاجئتم؟ ما كان من الاول. لكن عموما في كل الاحوال اتجوز. لو جوازتك حلوه هتبقى سعيد، لو جوازتك وحشه هتستفيد برضه، هتبقى مفكر، محلل، فيلسوف، عميق، ممثل، احتمال تعمل حاجات كوميدي سخيفه زي واحد صاحبي يعني بيعمل حاجات شبه كده. بس انت نسيت تتكلم عن الجوازه التانية. اخرس. جوازه تانية؟ انت اتجننت؟ اي حاجه اكلمك فيها تقولها على الملأ كده؟ ده بيتهيألي ان في جوازه تانية. ايوه، الجوازه التانية دي مش نوع اصلا. اسمي سراج الحكيم، 26 سنة. اهلا يا استاذ سراج، خير؟ أنا عندي مشاكل مع البنات. ومين فينا ما عندوش؟ انت عارف الرجاله اللي زينا اللي على قدر من الوسامه والرقي
بيبقى عندهم ملاحقات ومطاردات من الجنس الناعم، ده عادي. لا انا الحقيقه كل ما اتعرف على بنت واعجب بيها واحاول اقرب. فهمت. بتقول لك اتقدم لي وجواز وحاجات زي كده. بص، البنات بتوع اليومين دول ما بيضيعوش وقت، عمليين جدا ومستعجلين، خاصة ان هم قدام شاب زيك او زيي، فدي بتبقى فرص لا تعوض. يا دكتور انا كل بنت بتعرف عليها بتقول لي جمله واحده بس، بتقول لي خلينا اخوات احسن. ايه؟ خلينا اخوات احسن؟ خلينا اخوات احسن. الجملة دي تحديدا؟ ايوه. ولو ما عندهاش اخوات بتقول لك انا لو كان ليا اخ ما كنتش هحبه قدك يا وحيد. وحيد؟ يا سراج، قصدي انت. كمل، انت ايه مالك اتوترت كده ليه؟ هكمل. اتفضل. يعني مثلا انا كان ليا تجربه مع بنت زميلتي في الشغل، وكنت خلاص فاكر ان بدأت تاكل دماغك بالكلام عن كريم زميلكم. لا اسمه ادهم. لا، كريم، اسمه كريم. تنتهز اي فرصة عشان تقول لك كريم راح، كريم عمل، كريم شكله. وده اسمه التهاب كريمي عاطفي. ده بيبقى مرض في بدايته، بيبقى في ظهور فظيع لكريم في أجزاء كتيرة من حياتك، وده بيعمل التهاب في الدماغ لأنك من كتر النرفزة بتضطر تهرش في دماغك بشكل مش عادي. اتفضل كمل. عارف يا دكتور اكتر حاجه مؤلمه ايه؟ إن البنت اللي أنت بتحبها وبتعتبرك زي أخوها بتكلمك عن شخص تاني هي بتحبه وهو مش حاسس بيها، صح؟ ايوه بالظبط. ما إن شاء الله عنه ما حس. مش فاهم انا. ما يولعوا مثلا. احنا مالنا؟ بتقعد تطلب منك افكار عشان خاطر تلفت نظره، بتعتبرك زي اختها مش اخوها. ليه؟ الجزمه. هم بيبقوا خايفين من العلاقه. ايوه خايفين فبيهربوا ويحطوك في الفريند زون، في الضلمه. العيب مش فيهم. العيب مش فيهم، ده في حبايبهم. اما الحب يا روحي عليه. يا روحي. اقول لك انا بقى تعمل ايه؟ اي واحده في حياتك ما تديهاش فرصه تقول لك ان انت زي اخويا. لو واحده ماشيه في الشارع بتسالك على عنوان تقول لها خلينا اخوات احسن. لو واحده اتصلت بيك علشان تبيع لك كروت خصومات تقول لها ايه؟ خلينا اخوات احسن. لو واحده في الشغل زميلتك الصبح بدري بتكلمك بتقول لك صباح الخير تقول لها ايه؟ صباح النور. لا، صباح الخير خلينا اخوات احسن، قول لها خلي كريم ينفعك. لا كان اسمه ادهم. كريم، ما تخنقنيش. كريم مفيش اي مشكله خالص. كريم، انا فاهم ان ده احتمال يكون اسمه العلمي كريم، بس انا عندي مشكله دلوقتي. انا كده مش هعرف احب ولا هتجوز. تتجوز ازاي يا ابني؟ كل البنات اللي في العالم اخوات. طب اعمل ايه؟ انت ما تعملش اي حاجه، لان انا هبقى كويس. انا هبقى كويس. من فضلك سيبني شويه عشان مالك؟ انا اتحسنت دلوقتي الحمد لله. اتفضل. ما تاخدش الامور بصعوبه كده وفرفش. ارجوك استاذ سراج، ارجوك اتفضل. مالك يا دكتور؟ اهدى. ارجوك. بص سيبني دلوقتي. انا كويس. بالنسبه دلوقتي ليا انا الدواء بتاعي والعلاج. اسمع، انسى قصه العلاج والدواء والطب النفسي والكلام ده. سراج، خلينا اخوات احسن. قبل الجواز بقى يعني الرومانسيه، يعني التعاطيف والاغاني العاطفيه. طبعا تلاقي كل اتنين مخطوبين او اي اتنين بيحبوا بعض عندهم الاغنيه بتاعتهم. يقول لك ايه دي الاغنيه بتاعتنا، حاجات كده. مش مشكلتي ان هم خدوا الاغنيه بالدراع كده وكتبوا عليها اسمهم وبقت بتاعتهم. انا مشكلتي ان ساعات تلاقي الاغنيه بتاعتهم دي اغنيه غريبه جدا. يعني مثلا هتمرد على الوضع الحالي، الله اغنيتنا، او مثلا انكسر جوانا شيء مثلا. تفهمي من كده ايه بقى؟ ان الكلام مش مهم قوي عندهم، المهم المود. ولازم تعملي بصوابعك كده المود.
طبعا مرحله قبل الجواز دي مرحله انتعاش الاغاني العاطفيه، اغاني رايحه اغاني جايه، رنات تليفون، رسائل صوتيه، حركات، جو، مود. المود خدتي بالك؟ انا عايزك بقى تركزي معايا وتفوقي من المود ده ونفكر في الكلمات مع بعض علشان هنشوف العجب. نبدا بالقديم. الست بتقول ايه؟ بتقول واسقيني واملى واسقيني تاني، اسقيني تاني من الحب منك من نور زماني. تمام؟ معلش مع احترامي الشديد، هل ده انطباع عندي لوحدي ولا انت كمان خدتي بالك ان في حاله جشع فظيعه فايحه من الاغنيه؟ يعني اسقيني واملى اوكي، اسقيني تاني حاضر تأمرينا، اسقيني تاني، ما انا لسه ساقيكي، اعمل ايه؟ من الحب منك بقى من نور زماني، اتصرف ماليش فيه، اي حاجه تقعد تحت ايدك مصلحه. لا، هو اسم الاغنيه ايه فاكره؟ الحب كله. كله في جشع. في اغنيه تانية بتقول ايه؟ بتقول سؤال محدد جدا، واحب تاني ليه واعمل في حبك ايه؟ كل مشكلتها ان هي لايصه في الحب القديم، مش عارفه تعمل فيه ايه. لا اعمليه فوت للمطبخ، مسكات للسخن، كوره شراب، دخلي ده في ده وادفعي الفرق وخلاص. عايزانا احنا نعمل ايه طيب؟ احب تاني ليه موت. الاستاذ فريد الأطرش بيقول في اغنيته الشهيره زينه زينه، والله زينه والله تشتهيها العين، لولا خوفي من الله لقطه في الخدين. بغض النظر عن ان الشطر الاولاني عجيب، انهي شيطان سادي وسوس له بالفكره الدمويه دي؟ يقطف خدين ليه؟ هي سايبه مفيش بوليس؟ هي زينه دي ملهاش اهل؟ هل خدها وهو مقطوف ده هيخليك تخش في المود؟ بعد شويه بقى بدا الحبيبه يسافروا بره كتير طبعا علشان خاطر يكونوا نفسهم وكده، فكانت اشهر اغاني الحب للمرحله دي طبعا اغنيه سلامات سلامات سلامات. فاكره؟ شوف سافروا معاك كام واحد، ما وحشنا منهم واحد. لا 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 لا, لا ده انت وحشتنا بالذات. واحده حبيبها مسافر لاي سبب، هل المفروض ان البعثه كلها توحشها؟ يعني انا مش فاهم، هل هتفتقد الفوج بحاله؟ هتوحشها كل العماله المصريه في الخارج، كل المغتربين؟ ما هو طبيعي ان كل واحد يوحشه اللي يخصه. هي بتحمله جمايل ليه طيب؟ قال ما وحشنا منهم واحد. لو انت تعرفيهم حضرتك. بعدين ابتدى بقى يظهر الجيل المستعجل، يقول لك في الاغاني ايه؟ ضحكت يعني قلبها مال وخلاص الفرق ما بيننا شال. تخيلي قال كده. متاكد انها ضحكت بس؟ يعني كل ده عشان ضحكت ولا عملت ايه بالظبط؟ معلش قول لي انا زي اخوك. وكبرت معاه بقى، قال لك ضحكت يعني حاسه هواك وموافقه تعيش العمر معاك. امال لو كانت غمزت كنت عملت ايه؟ كانت عملت لك توكيل رسمي بحق التصرف في ممتلكاتها، كانت هتتبرع باعضائها علشانك. كل ده عشان ضحكت. شفت كميه اللخبطه اللي حصلت لنا من الاغاني العاطفيه؟ بس برضه بتعمل مود حلو حلو قوي. ده كفايه الرموش بس في اغانينا العاطفيه، الرموش دي بتعمل مود عالي قوي في الاغاني على فكره. انا عايز افهم ايه موضوع الرموش ده بقى؟ ايه المكانه الاسطوريه والاستثنائيه اللي بتحتلها الرموش في الاغنيه المصريه؟ ايه دي؟ رموش يا جماعه، ده شعر، شويه شعر طلع نزل طول قصر خف تقل، هو شعر في ليه نحمله اكتر من طاقته؟ ليه؟ لما يقول لك مثلا رمش عينه اللي جرحني، رمش عينه، رمش عينه اللي دبحني، رمش عينه، ايه هو قرن غزال جرحني ودبحني؟ ولا دي بقول لك سمع في القلب حاجه قال ده رمش عين، صاحبه رماه وناسي بقاله جمعتين. رمش عين في القلب؟ يعني ايه الحموضه دي؟ كمان بقاله جمعتين؟ يعني الرمش ده بايظ حضرتك. طبعا اكتر رمش مرعب انت عارفه طبعا اللي هو بتاع اغنيه انت خايف من رموشي يجرحوا ما بيجرحوش، طمنته. ايه اللي ممكن يخوف راجل محترم بالغ بشنب كده من رموش؟ المفروض تقول له انت خايف من رموشي، لا عادي ما بيعضوش مثلا، الا لو حاولت تهاجمهم علشان انا ما اضمنهمش. اما عن طريقه الاصابه بالرمش فالمؤرخين قالوا انها بتكون دايما عن طريق الرمي. رمى رمشه خد روحي وراح. شفت الحركه دي؟ انا شايف ان الرموش اتفه من كده بكتير يا اخوانا. مش لازم عشان نبقى رومانسيين نتهبل خالص. قال انت خايف من رموشي. قال وايه حكايه العوازل اللي مالين اغانينا العاطفيه دول؟ مين العوازل؟ جم منين؟ ايه خصائص كائنات العوازل على وجه التحديد؟ يعني ايه بقى المخلوقات المتفرغه للتربص بالناس والوقفه على السقطه واللقطه؟ الناس اللي بتغني كلها خايفه من العوازل، شيء غريب جدا. ايه تعريف العزول بالظبط؟ جت منين التسميه المريبه دي؟ شفتي عزول قبل كده بعينيك؟ طلع لك عزول قبل كده؟ طب انت مؤمنه بوجود العوازل ما بيننا؟ في اسئله كتير انا في موضوع العوازل ده مش داخل دماغي. قال لك كدنا العوازل يا لمونه. لمونه ايه برضو؟ عوازل ورموش بتترمي ومناديل ومواويل وخدود بتتقطف قبل الجواز. كل ده في المشاعر والرومانسيه. امال بعد الجواز هنغني ايه؟ هنغني انا عايز اعيش في كوكب تاني. كلام فارغ وتهريج. بالمناسبه انا ومراتي كان لينا اغنيه مفضله مع بعض. اغنيتنا كانت اللي بنى مصر كان في الاصل حلواني، عشان احنا بنحب البسبوسه بالقشطه واللانشون، فكنا بنعيش معاها مود لذيذ قوي. يا سلام. النهارده هنتكلم عن فتى الأحلام. هو صحيح حب في الحلم، بس أنا دايما بقول لو هي مصدقة فعلا إن ده نصيبها ومتعشية قبل ما تنام ودخلت الحمام، أكيد هتلاقيه واقف قدامها
ومعانا اتصال وبنقول الو. الو الو. اسامه، ايوه. ممكن اطلب اوردر؟ نعم. قصدي ممكن اشكي لك حاجه؟ ده غير الاوردر. الحقيقه انا عمري ما جالي فتى احلام. قصدك مفيش عرسان بتتقدم لك؟ لا بصي، هو ده بيبقى. لا اسامه فهمني، انا عمري اصلا ما حلمت بفتى احلام. طيب قولي لي ايه مواصفات فتى احلامك؟ انا عاوزاه يكون راجل جدع، مم. احس وانا معاه بالامان، وايه كمان؟ ويكون شجاع وقوي مم. وما بيخافش من حد وما بيهموش حد، مفهوم. يكون جامد جدا. طيب خشي نامي دلوقتي وهتحلمي بفتى الأحلام الجامد اللي نفسك تكوني معاه. الله يا سلام. السلام والرحمه يا ابله. ايه ده؟ انت مين؟ انت عايز مني ايه؟ لا ما تهجي عليا كده وتروح يا ست الكل، انا جاي من طرف الاستاذ اسامه اللي هو بتاع التعطيف، على اعتبار يعني ان انت كنت طالبه فتى احلام وكده، هون نظام شجاعه قلب ميت ومواجهات وعدم المؤاخذه. انا الفتى اللي الاستاذ اسامه مش هيعولك. لا انا فتى احلامي مستحيل يكون شمال زيك، انا اكيد عملت اوردر غلط. لا شمال مين؟ انت بتتكلمي، انت بتقولي ايه؟ لا عسليه، لا اقسم بالله شايلك في وشك، ما تقوليش شمال، انت مش عارفه انت انا ولا تحب اعرفك؟ لا مش عايزه اعرف. نظبط. لا هتصحي مني فين؟ الحب هو اللي بيخلي الواحد يقدر يعيش ويكمل، كله بيبقى بالحب. ومعانا اتصال وبنقول الو. كده يا اسامه، انا تجيب لي فتى احلام بلطجي؟ حضرتك ده مسجل خطر، ده كان هيشيلني في وشي حضرتك. طب ألف مبروك، ادي فتى أحلامك جالك اهو، كويس انه مهتم بوشك. يا اسامه ايه؟ لا، انا طول عمري شايفه ان فتى احلامي ده المفروض يكون رقيق ورومانسي ويفضل دايما جنبي، ما يسيبنيش ولا لحظه. طيب نامي كمان مرة عشان تحلمي بفتى أحلامك اللي مش هيسيبك ولا لحظة. لا ثواني، ما انا مش قصدي دايما جنبي، يعني دايما لازق فيا. مش انت قلت لأسامة ان انت عايزة فتى احلامك يبقى دايما جنبك؟ لا بص بقى، اولا انت اصلا كده تختفي من الحلم خالص، ثانيا بقى تروح لأسامة ده تقول له انا خلاص عرفت انا عايزه ايه. طب انت عايزة ايه؟ انا عايزه اتبسط، عايزه افرفش، عايزه فتى احلامي كده يكون دمه خفيف. اخس. طب مش عايزة اي حاجة تانية؟ اصلا عندي مميزات كتير قوي الا الخفيف. طب تحبي اكل خفيف، لبس خفيف؟ اوكي. طب مش هترجعي يعني تكلمي أسامة وتغيري رأيك وتزهقيه اتصالات بصوتك الحلو ده؟ مستحيل. خلاص انا عرفت انا عايزه ايه، انا قاعده اهو مستنيه في الحلم لغايه ما احلم بالشاب العسول ده اللي هيسعدني، ومش هسيبه غير لما اتجوزه. يلا روح بقى قول لأسامة. حاضر. عموما انا في الحلم اللي جنبك، لو اتقلبتي او احتجتي اي حاجه قولي يا مشمش جنبك. مساء الخير. لا مونولوجيست، انا زهقت من الحياه. اقلبي على النهار. لا اللي بيحصل ده مش ممكن يكون طبيعي، اكيد دي مؤامره، اكيد ده مخطط. مخطط ولا مشجر؟ لا كده كتير مشلتت. انا لازم اصحى من النوم، استنى، نوم وجري. اخرس. ايه الظريف في كده؟ قلش رخيص. انا اول مره استخدم القلش في حياتي. قلش مسكن. القلش وما يريد. لا انا لازم اصحى من النوم، لازم اصحى. استمعتم دلوقتي لأغنية حلم قريب حلم بعيد، ويا رب كل أحلامكم تبقى الحمد قريب لله. وتتحقق، الحمد لله ونبقى مع كان بعض كابوس. على طول في حب. نلتقي خير يا الحلقة الجاية سكر. إن شاء الله على خير. إيه ده؟ من برنامج هو احنا اتجوزنا بجد؟ انت بتهرج. انا بهرج الزباله كل يوم قبل ما انام.
اعزائي المشاهدين النهارده في مباراه جديده، مباراه الحسم ما بين كريم وسماح. اهو داخل اهو زي ما احنا شايفين. كريم يا جماعه 16 سنه صحوبيه، 9 قرايه فاتحه، 7 خطوبه، فركشهم كلهم، وهي دي خطيبته الاخرانيه سماح اللي جاي يفركش معاها النهارده. سماح جايه النهارده مصره، وانا متنبئ لها بمستقبل كبير جدا جدا في بيت العدل ان شاء الله. يا جماعه هو ده الصراع، هو ده اللي هنشوفه النهارده. يا ترى فركشه ولا تثبيت؟ هو ده السسبنس. خلينا نتابع مع بعضنا المباراه كلنا يا جماعه. اتأخرت ليه يا أستاذ؟ معلش يا استاذه، الدنيا متكعبله وكان في موكب معدي والمواصلات زحمه. ما انت لو كنت جبت عربية وسمعت كلامي كنت رحمت نفسك ورحمتني من البهدلة دي بدل ما بيتحرشوا بيا في المواصلات. هوبا، ايه اللعبه دي؟ بدل ما بيتحرشوا بيا في المواصلات. 1 سماح 0 يا كريم السنجل. مش معقول يا جماعه، مانشيت على الصدر ما حطش منطق. ما هو هيقول ايه؟ ما هو هيقول موضوع التحرش ده بيكسر اي راجل، بيهز اجدعها شنب. ما شاء الله سماح داخله سخنه بشكل غير طبيعي. مش معقول، يكفي انها كملت للمرحله النهائيه مع اسم كبير زي كريم السنجل، بطل العالم في رمي الدبله. برافو يا بت يا سماح. لا لا لا، دي مش داخل واحد داخل يخلص. اديله على دماغه ما ترحميهوش. دي في الشقه واخلص. ايوه كده يا سماح. اخش عليها بالقاضيه. خش يا وحش. داخل كريم يا جماعه، شكله متحفز، خسر الجوله الاولى لكن مكمل، وهي دي روح الخطوبه. اقول لك ايه، بعد كده ولا تفكك بقى من حوار المواصلات والتاكسيات، تيجي لي بعد كده ماشي، على الاقل يا شيخه تخسي شويه. يا نهار ابيض، شوف اللعبه دي، بيكلمها عن التخسيس وما يتكلمش عن التخسيس الا الراجل الخسيس. قلت لكم مش عظمه سهله يا جماعه، سوبر سوبليكس ملوش حل يا اخوانا. والله كريم السنجل ده مش سهل، كريم السنجل ده دون جوان الميريلاند، بيعمل الصح، بيلعب السليمه. الوقت بيمر، يا ترى سماح هترد ولا ايه اللي هيحصل؟ ويا ترى بقى ده كلامك ولا كلام مامتك؟ هوبا، لا 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 لا، ده ضرب تحت الحزام. لا مش قانون يا بنتي، لا اتهزيتي ولا ايه؟ لا عايزين لعب نضيف. لا ما ينفعش، موضوع مامته ده غلط. هتدخلي مامته هيدخل مامتك، هتدخلي طنطه هيدخل طنطك. بيحسبها الكريم، بيحسبها الكريم. 1-1. مش معقول يا جماعه، ايه النديه اللي احنا شايفينها دي؟ 1-1 يعني تعادل ما بين كريم وسماح. دلوقتي ايه السسبنس ده؟ ليه بتعملوا فينا كده؟ ليه نتشد كده؟ ايه الجمال ده؟ ايه المباراه دي؟ يلا بينا. انا شايف التوتر من عندي هنا، سامع نبضات القلوب وسامع كل حاجه. يا ترى ايه اللي هيحصل؟ فركشه ولا تثبيت؟ والله اعصابي ما تستحملش، انا راجل كبير وما استحملش. مالك يا سماح؟ مفيش. متضايقه من ايه طيب؟ وانا اتضايق من ايه؟ هو انت عملت حاجه تضايقني؟ شكلك زعلان يا حبيبتي. وانا ازعل من ايه؟ هو انت عملت حاجه تزعلني؟ استغفر الله العظيم يا رب. مقريفه ليه يا روحي؟ وانا قريف من ايه؟ هو انت عملت حاجه تقريفني؟ ايه بقى يا شيخ، حرام عليك بقى يا شيخ بقى، انت ما عندكش ولايه. جرى ايه؟ ايه اللي يا افترى ده؟ باي، لا 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 لا، ده لعب سلبي. لا لعب سلبي ده وحش ده. الله يمسيها بالخير، مراتي كانت تحب اللعبه دي زي عينيها، كانت دايما تزنقني في الركن باللعبه دي. انا اتجوزت يا جماعه تمت في لعبه زي دي. ايوه الحكم لازم يتدخل. بيلغي الجوله. محظوظ يا كريم، بترجع النتيجه تاني تعادل 1-1 زي ما كنا، والجوله دي اتلغت. طبعا ده كلام مظبوط. كريم يا سنجل فوق. الماتش بيضيع منك ضربه واحده كمان وتفقد لقب سنجل للابد، وهتبقى بتمشي وعندك عيال زيي بالظبط. ايوه كده يا سماح. هو ده الكلام يا وحش، يستاهل. هو اللي عمل كده في نفسه. استمر في الطريقه دي حلوه موت، مصيره يزهق ويجيب اخره. برافو يا سماح. ورجعنا تاني يا جماعه الجوله الاخيره، جوله الحسم. فركشه ولا تثبيت؟ عايزين نعرف بقى، عايزين نشوف مين هيحسمها بقى، عايزين نطمن بقى. انا عارف انك زعلانه عشان قلت لك خسي، بس ده مش عشاني، ده عشان مصلحتك. اقول لك على حاجه، بطلي اكل حلويات شويه. مش هقضي انا حياتي عند دكتور السنان. ده ما كانش دكتور سنان، ده كان دكتور رجيم. كنت بخليك توديني ليه عشان اخس، عشان اعجبك، عشان بحبك. بجد يا روحي؟ تثبيت اكتاف، تثبيت اكتاف يا جماعه، تثبيت اكتاف لكريم السنجل. كريم السنجل ما بقاش سنجل، كريم السنجل انهار يا اخوانا. وعلى ايد مين؟ على ايد بنت مصر. الله عليك يا سماح، ربنا يتمم بخير يا بنتي. ان شاء الله الفرح يكون في دار الدفاع الجوي قاعه الاوركيد. نشوفكم على البوفيه، يلا بينا يا اخوانا. الله يا سماح، الله يا سماح، الله يا مصر، الله يا مصر، الله.
طالما حصل قبول نحب نسمع طلباتكم. لا يا خبر ابيض، طلبات ايه وبتاع ايه؟ واحنا كل يوم بنلاقي شاب زي محمود. طب الحمد لله. احنا بس يعني كان عندنا شوية طلبات بسيطة. بسم الله الرحمن الرحيم وهنبتدي الليلة وعرسنا ابن حلال وكريم وهيخطب البت الحيلة المهر كبير شبكة سوليتير محبس بالصوت معمول مقصود هانيمون في تايلاند في جزيرة وقاعد أفراح بيقولي مرتاح والكفتة سخنة وكتيرة مغنيش عالحيط بتحلي البيت مش كنبة اسطنبولي والماس كل رجلي مش كنبة اسطنبولي والماس كل رجلي وسخن غاز غير البوتاجاز والفرن في الحتم الداري ونصب خشاف وزيني شفاف ومعاه لحد حراري خلي عنك خلي لا والله خلي جبتوا الستاير ولا طقم كاسات بحاله وحلال كبار اسم الله خليتي بجاله سجاد حريم بالصنف الغالي مفرش سرير وكوبرتا ايطالي جبتوا المعالق طقم التوابل والكل سنين ابو شاشه نضيفه جبتوا الرفايع ده ابدا دي عله ما تهدى والا بشقه تقولوا لا بلا على اهدى فرن اسم الله جنب بابا بيخليك يلا أنا حاسس برضو إن إحنا زودناها معاهم في حكاية طقم التوابل ده. أنت طبعا مش متجوز، فأكيد بقى عمال تسمع الكلام اللي الناس بتقعد تقوله قبل الجواز ده. يقول لك مثلا الجواز ده زي البطيخة. معقولة؟ يشبه الجواز البيت والعيال شبهه ببطيخه. ده ظلم للبطيخه، لان البطيخه حتى لو قرعه هتطري على قلبك، الجواز لا طبعا. وبعدين البطيخه دي ممكن ترميها تسيبها، مفيش بطيخه تيجي تقول لك بقى نفقه ومؤخر ومين اللي هيربي البذر اللي في بطني. ايوه انا مره بطيخه قالت لي عايزه نفقه بصراحه، يعني رميتها فحصل مشاكل. بطيخه واعيه. لا بس الجواز برضو اسوأ، فاهم قصدي؟ لكن ما تصدقش كده، دي خرافات، ده كلام فارغ. او يقول لك مثلا ظل راجل ولا ظل حيطه. هل انت يخش دماغك ان مشكله البنات كلها اللي هم في الشمس عايزين ظل وخلاص؟ اقول لك الجواز ده مؤسسه. انت تحب تعيش في مؤسسه؟ مؤسسه ايه ده؟ جو مدمنين بالظبط. ومترو ومش مترو، جو مترو ده وزحمه وتلزيق ليه كده؟ او يقول لك مثلا الجواز اسمه نصيب، ده افلاس بقى. عارف لما البطيخه والمؤسسه والحاجات كلها تخلص يقول لك اسمه نصيب، في حين ان كل حاجه في الدنيا اسمه نصيب. يعني مقابلتنا انا وانت دي اسمه نصيب، ما تفهمنيش غلط. فاهم قصدي؟ عارف بقى كل الخرافات دي بتتقال لك قبل الجواز لغايه ما تلاقي نفسك عايش في وهم وتبقى مش عارف فعليا الجواز ده هو ايه. يا احمد اللي انت عمال تقوله ده مؤسسه وبطيخه واسمه ونصيب، كل ده قبل الجواز. امال بعد الجواز ايه اللي هيحصل؟ لا يا معلم، بعد الجواز بقى دي حكاية تانية خالص. أو ما يمشيش حسب. البيت الهيليوم اللي الواحد شربه على الصبح. بعدين ليه فجأة أصحى من النوم ألاقي حماتي بقت خالتي؟ العكس. العكس. أنت من زمان مش عاجبني، أنا افتكرت دلوقتي في خبط معانا، ده مقصود، ده إفكت. أنا بس يعني أنت خفت مني ليه؟ ما تقول السؤال. أنا نسيت. يا دكتور أنا كل جملة بعرفها بتقول لي جملة واحدة بس. بتقول لك بنت واحدة بس؟
بيهربوا خالص. ارجوك سيبني، سيبني دلوقتي. لا شويه. انكسر جوانا شيء. لا ده في دبانه وفي برص كمان، يعني احنا بنتهاجم من الطبيعه. في صوت برص وفي دبانه جت دلوقتي. اكيد ده تخطيط. لا ما انت سلميني صح يا ايه المكانه الاسطوريه والاستثنائيه اللي بتحتلها الرموش في الاغنياء؟ ايه المكانه تاني ازاي بقى؟ انا شايف الباشمهندس رامي بيضحك، امال لما كان معايا هنا ما كانش بيضحك ليه؟ كان ينقي هو المونولوج والله، وكنت قلت له على مزاجه. اهو انا حظي منيل كده. يا ميلة بختي يعني. فاكيد بتسمع الكلام الغريب اللي بيقولوه الناس عن الجواز قبل ما يتجوز. ما قبل ما يتجوز ايه؟ تاني. ايه الماتش ده؟ ايه الشوت ده؟ ايه السكتش ده؟ اتخنقت بقى، عايزين نخلص بقى، عايزين نروح بقى، نهيص بقى، نأجز بقى، يلا.